السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة المد لمادة الطرق العددية، وهنبدأ بالسؤال رقم 9 وبعد كده نحل السؤال رقم 8 عشان الاتنين فكرتهم واحدة يعني. السؤال رقم 9 بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا عايز دلتا 2 واي 4. تعالى كده نرسم مع بعض جدول، فكك من السؤال دلوقتي. تعالى نفهم هنحل السؤال ده إزاي وإيه القانون اللي هنستخدمه. لو كان أنا عندي واي ب3 5 8 15 وقلت لك هات لي الدلتا واي، فانت هتقول لي والله 5 ناقص 3 ب 2، 8 ناقص 5 ب 3، 15 ناقص 8 ب 7. جميل. لو قلت لك انا عايز الدلتا 2 واي، فانت هتقول لي 3 ناقص 2 ب1، 7 ناقص 3 ب4. تعالى كده نشوف مع بعض، هو ايه ده؟ ده واي 0 صح؟ طب هو ايه ده؟ ده دلتا واي 0 اللي هو بيتكون من واي 1 ناقص واي 0 بناء على القانون ان دلتا واي اي بيساوي واي اي زائد 1 ناقص واي اي، وبالتالي دلتا واي 0 هيساوي واي 1 اللي هو 5 ناقص واي 0 اللي هو 3. طيب هي الثلاثة دي ايه؟ دلتا واي 1 اللي هي هتبقى واي 2 اللي هي 8 ناقص واي 1. طيب هي السبعة دي ايه؟ السبعة دي دلتا واي 2 اللي هي هتبقى واي 3 اللي هي 15 ناقص واي 2. الواحد ده بقى ده ايه؟ دلتا 2 واي 0. ده هيساوي ايه؟ هيساوي دلتا واي 1 ناقص دلتا واي 0. يبقى دلتا واي اي دلتا 2 واي اي بيساوي دلتا واي اي زائد 1، يعني ده كده هيساوي دلتا واي اي زائد 1 اللي هي دلتا واي 1 ناقص دلتا واي اي، ونبدا نفك كل دلتا لان انا عارف قانون الدلتا، فانا جبتها بالرسمه. يعني لو كان عايز مثلا دلتا 3 واي هحلها، هرسم برضو هحلها. تمام. لو عايز اجيب برضو اطبق القانون ده، دلتا 2 واي 1 كان بيساوي دلتا واي 2 ناقص دلتا واي 1، وبالتالي حاجه اطبق المفهوم اللي انا فهمته على المساله بتاعتي. دلتا 2 واي 4 هيساوي دلتا واي 5 اللي بعديها ناقص دلتا واي 4 بناء على القانون اللي احنا طلعناه مع بعض ده، ان دلتا 2 واي اي خلي دي اي بيساوي دلتا واي اي زائد 1 ناقص دلتا واي اي. طيب الباقي سهل بقى، هنفك كل واحده فيهم. هتبقى دي واي 6 ناقص واي 5، لان انا عارف ان دلتا واي اي تساوي واي اي زائد 1 ناقص واي اي، هنا ناقص واي 5 ناقص واي ايه 4. طيب هضرب السالب في القوس ده كله، فهيبقى واي 6 ناقص واي 5 ناقص واي 5 تاني زائد واي 4. هنجمع دول فهيساوي الناتج كله واي 6 سالب واي 5 ناقص واي 5 هيدينا سالب 2 واي 5 زائد واي 4. اتمنى تكون فكره السؤال اتفهمت. في السؤال الثاني هو جه عكس، وجه لعبها معاك بطريقه احترافيه شويه. تعال نفك. انا عارف ان الاي اس كي واي اي بيساوي واي اي زائد كي صح؟ فعايز احول كل دول لواي اي زائد كي، يعني عايز احول كل دول لواي، فهيبقى هنا واي 0 زائد 2 ب 2
ناقص 2 واي واحد، لأن ده الإي هنا أس واحد، فالكي بواحد أصلا، فيبقى واي 0 زائد واحد زائد واي 0. هو لعبها معاك بالعكس، هو لعبها معاك بالعكس. أه والله انت لو حليت السؤال الاولاني بالطريقه اللي قلت لك عليها كنت هتلاحظ اصلا ان هياها، فاهم؟ طيب احنا هنفك الاتنين دي، فهتبقى واي 2 ناقص واي واحد ناقص واي واحد زائد واي 0. احنا نستنتج من ده ان ده واي دلتا واي واحد. ليه؟ لان دلتا واي واحد هتساوي ايه؟ واي 2 ناقص واي واحد ناقص واي واحد زائد واي 0. ده مش هنقدر نستنتج منه حاجة، ممكن نسحب السالب عامل مشترك فيبقى عندي دلتا واي واحد، وادي السالب عامل مشترك. السالب واي واحد لما نسحب السالب منه هيبقى موجب واي واحد، الموجب هنا هيبقى سالب واي 0. جماعة وانا بسحب السالب عامل مشترك بحول الموجب لسالب والسالب لموجب، فهنا كان سالب واي واحد هخليه موجب واي واحد، فاهم؟ وهنا كان موجب واي 0 خليته سالب واي 0. ده ممكن اطلع منه ان هو ايه؟ دلتا واي 0 هيبقى عندي دلتا واي واحد ناقص دلتا واي 0. دلتا واي واحد ناقص دلتا واي 0 لسه قايلين عليها ان هي دلتا 2 واي 0، لان دلتا 2 واي اي بيساوي دلتا واي اي زائد واحد ناقص دلتا واي اي. تمام؟ فده حل السؤال اللي عندك اللي هو السؤال رقم 8. اللي قدامك ده عايز الايرور باوند لسنجل فانكشن، فهنعوض في القانون بتاعه. رقم واحد هطلع الكي بتساوي 2. رقم 2 هشتق الفانكشن اللي قدامي دي، فمشتقة الفانكشن دي هتبقى ايه؟ مشتقة ما تحت الجذر، هيبقى 4 اي اس 4 اكس على 2 في الجذر. بعد كده هنشيل كل اكس ونعوض عنها بالاكس ستار اللي هي بواحد علامة 3 2، وهنطلع الناتج بتاعها على الآلة الحاسبة، يبقى 4 في اي اس 4 في 1 علامة 32 على 2 في الجذر اي اس 4 في 1 علامة 32 ناقص 1. هتطلع معايا ب 28، هتطلع معايا ب 28 علامة 0 9 8. بعد كده نبدأ نعوض في القانون بتاع السنجل، ان مقياس الاي ار اقل من او يساوي نص في 10 اس سالب كي، 10 اس سالب كي اللي هو 10 اس سالب 2 حاليا لان الكي ب 2، في الفانكشن مشتقة الفانكشن معوضة عنها بالاكس ستار اللي هو احنا جبناه 28 0 98 ب 0 علامة 1 4 0 4. طبعا ما تنساش ان انت عندك مقياس اقل من، فانت مرة هتفك المقياس الاي ار اكبر واقل، ومرة هتكتب الناتج بالموجب ومرة هتكتبه بالسالب، فالاجابة هتطلع الثانية يعني. طيب بالنسبة لي السؤال ده فالناتج بتاعه مش ده، تمام؟ هنحله مع بعض. السؤال ده الاكس بواحد عندك، والواي هيبقى بالواحد التاني، لان انا كنت مفكره واحد من 10، ما كنتش فاهم ايه الشكل اللي قدامي ده. تمام؟ هو بيقول لك انا عايز انتربوليشن، يعني مسألة الاستكمال. تمام؟ فنيجي نرسم كده
الجدول بتاعي هيبقى انا عندي الاكس بواحد، الواي بواحد، الاكس لو باتنين، الواي باربعة، الاكس لو بتلاتة، الواي بتسعة. اول حاجة عندك في مسألة الاستكمال لازم تحدد هي فورورد ولا باكورد. طيب الاستكمال عندي واحد ونص، يعني في الاول هنا كده يبقى ده فورورد، لان الباكورد بيبقى من الاخر. تمام، يبقى انا هستخدم الدلتا. هطلع رقم واحد، اطلع الاتش. الاتش هتساوي الاكس اي زائد واحد، اللي هو الاثنين اكس واحد ناقص اكس زيرو، اتنين ناقص واحد بواحد. الاس هتساوي اتش اس اللي هي بواحد ونص ناقص الاتش الاكس زيرو اللي هي الواحد على الواحد، فهتطلع معاك بايه؟ بنص. نبدأ نرسم الجدول. هنقول والله إن الواي عندي واحد أربعة تسعة، يبقى الدلتا واي هيبقى تلاتة وخمسة، يبقى الدلتا اتنين واي هيبقى باتنين، وبناخده القيم دي عشان الواي بناخده الواي زيرو والدلتا واي زيرو والدلتا اتنين واي زيرو. تمام. بعد كده هنعوض في القانون. هنقول له والله إن مسألة الاستكمال دي إن الواي واحد ونص هتساوي واي زيرو اللي هي واحد زائد اس دلتا واي زيرو، الاس اللي هو بنص، في دلتا واي زيرو عندي اللي هو بكام؟ بتلاتة، زائد اس في اس ناقص واحد على مضروب الاتنين دلتا اتنين واي زيرو، يعني هيبقى نص في نص ناقص واحد على مضروب الاتنين في دلتا اتنين واي زيرو اللي هو ايه؟ اتنين. وطلع الناتج واحد زائد نص في تلاتة زائد نص في نص ناقص واحد اللي هو سالب نص على مضروب الاتنين اللي هو باتنين برضو في اتنين. يطلع معايا الناتج تسعة على أربعة اللي هو اتنين وخمسة وعشرين من مية، اللي هي الإجابة الأولى. السؤال اللي بعد كده بيقول لك القانون بتاع النبلة إيه؟ أنا عارف إن الإي بتساوي واحد على واحد ناقص نبلة، دي واحد يبقى الإي أس سالب واحد هيساوي واحد ناقص نبلة. أنا عايز النبلة بس في طرف لوحديها، يبقى أنا هودي الواحد بعكس إشارة الواحد هنا بموجب، هيروح الناحية التانية بالسالب، فيبقى إي أس سالب واحد ناقص واحد بتساوي سالب دلتا سالب نبلة. هضرب المسألة دي كلها في سالب واحد لأن أنا عندي السالب نبلة هو اللي في طرف، أنا عايز النبلة ذات نفسها، فيبقى النبلة بتساوي، هعكس إشارة الإي أس سالب واحد هيبقى السالب إي أس سالب واحد، هعكس إشارة السالب واحد هيبقى إيه؟ موجب واحد، يبقى واحد ناقص إي أس سالب واحد اللي هي واحد ناقص واحد على إي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أنا عايز الانتربوليشن، يعني مسألة استكمال ل 1935، يعني هنا يعني فورورد، لأن أنا لازم أحدد المسألة هحلها بالفورورد ولا بالباكورد. طيب هنجيب الاتش هتساوي 1940 ناقص 1930 ب 10. هنجيب الاس هتساوي 1935
ناقص 1930 على الاتش اللي هي 10، فيطلع معايا الاس بي بنص. هنرسم الجدول بتاعي. الواي ب 6.2، 6.8، 7.5، 8.1. الدلتا واي هيبقى 6 و7 من 10 و6 من 10. مش ناقصاك بقى. عايز اجيب الدلتا 2 واي، هيبقى 1 من 10 وسالب 1 من 10. هيبقى دلتا 3 واي سالب 1 من 10 ناقص 1 من 10، فهيبقى سالب 2 من 10. اعلم على الحاجات اللي فوق الاول. بقى كده نبدا نعوض في القانون. هنقول له والله، هنبدا نقول له ان الاكس 1935 هتساوي واي 0 اللي هي 6.2 زائد اس دلتا واي 0 اللي هي نص في 6 من 10 زائد اس في اس ناقص 1 يعني نص في سالب نص على مضروب الاتنين اللي هي 2 في دلتا 2 واي 0 اللي هي 1 من 10 زائد نص اللي هي الاس في اس ناقص 1 اللي هي نص في سالب نص في اس ناقص 2 يعني نص ناقص 2 بسالب 1.5، يبقى في سالب 1.5 على مضروب التلاتة اللي هي 6 في سالب 2 من 10 في سالب 2 من 10. هتطلع الناتج في السؤال ده. عايز ايه؟ الباوند اوف مالتي. طيب هطلع الكي 1 بتساوي 2 والكي 2 هتساوي 3، لان انا عارف الكي كل الارقام العشريه ما عدا الزيرو. طيب هبدا اجيب الدي اف اكس 1 على الاكس 1، يعني هبدا اقول ان الاكس 1 هيكون فاريبل والباقي كونستانت، فهبدا اشتق. هعتبر ان ده كونستانت فبنزله زي ما هو. لما اجي اشتق الاكس 1، لما اجي اشتق كونستانت في اكس 1 هنزل الكونستانت بس، يعني وليكن 3 اكس. لما اجي بشتق كده بيتحول لي 3، لان انا عارف ان الاكس هنا اس 1، فبنزل الواحد في الثلاثه بتبقى ب3 في اكس اس 0، لان انا عارف تاني ان كونستانت في اكس اس ان، علما بان ان الان ده كونستانت برضه. لما اجي اشتقه فبنزل الكونستانت وبضرب الان فيه وبضرب في الاكس اس ان ناقص 1، وبالتالي هنزل الواحد اللي هي الان اضربه في الثلاثه وهضرب في الاكس اس 1 ناقص 1، لان انا هطرح الان من 1، فهيبقى اكس اس 0 واي حاجه اس 0 بواحد، فهيبقى 3 في 1 اللي هي 3. وبالتالي من المعلومه اللي قدامك دي ان انا عندي لو عندي 3 اكس زي ما قلت لك ان اهم حاجه ان اشتقاقها ب 3، يعني لو عندي كونستانت في اكس، كونستانت في اكس الاشتقاق بتاعها بكونستانت. فنفس الكلام عندي كونستانت في الاكس، فهيبقى الاشتقاق بتاعها ب كونستانت. تمام. زائد ده كونستانت اشتقاقه بصفر ناقص ده برضو ايه كونستانت اشتقاقه برضو بصفر، يبقى الاجابه عندي هي دي لحد دلوقتي. طيب هبدا اجيب للداله الثانيه. هعتبر ان الاكس 2 هو الفاريبل
والباقي ايه كونستانت. عموما هو كده كده ال8 كونستانت في الحالتين، فهيبقى بصفر يعني. طيب تعالى نبدا هنا. ده هيبقى الفاريبل اكس 2 عندي هتبقى فاريبل، تمام. الاكس 2 هتبقى فاريبل، فهيبقى اشتقاقها ب 3 اكس 2 تربيع، وهنزل الكونستانت زي ما هو اللي هو الاكس 1 زائد ده برضو فاريبل اكس 2 عندي فاريبل، هيبقى 4 اكس 2 اشتقاقه ب4، لسه قايلين كونستانت في اكس اشتقاقها كونستانت، يبقى ده برضو الناتج اللي عندي. بص والله انا ما بحبش ان انا اخش اكتب القانون واعوض بعد كده بالاكس، لا انا بحب اعوض في الاول. فانا هعوض عن الاكس 2 هنا دلوقتي، هحط الاكس 2 اللي هي دي واشوف الناتج بتاعها بايه، عشان يبقى القانون وانا بكتبه يبقى اسهل معايا، فاهمني. فهقول والله ان 1.337 أس 3 هيساوي الناتج اللي هنا هيبقى 2.3899. برضو نفس الكلام، هبدأ أعوض هنا، هقول 3 في اكس 1 اللي هو 1.41 في اكس 2 تربيع اللي هي 1.337 تربيع زائد 4، فالناتج هيطلع 11.5614. بعد كده ابدا اعوض في القانون ان مقياس الاي ار ما تنساش ان دي اقل من، لان اخر خطوه عندك هتفك المقياس ده، هتخليه مره بالموجب ومره بالسالب، ما تنساش دي. هيبقى عندك اقل من او يساوي نص في سمشن الاي بتساوي 1 لحد الان 10 اس سالب كي اي في مقياس الدي اف اكس اي على ايه الدي اكس اي. طيب لما اجي اعوض في القانون هنزل النص، استنى هنزل النص، افتح كده قوس كبير عشان ما انساهاش، بس عشان ما انساش النص في الاخر يا جماعه. ابدا اقول والله 10 اس سالب كي يعني 10 اس سالب 2، لان انا بتكلم على كي 1 في الناتج اللي عندي الاولاني اللي هو 2.3899 زائد، لان دي عمليه سمشن، 10 اس سالب كي 2 اللي هي 10 اس سالب 3 في الناتج الثاني اللي هو ده. لما انت تيجي تعوض في الاول هيبقى افضل، لان انت هيبقى عندك لعبكه. انما بص يعني الرياضه سهله مش مستاهله، انت هتروح حلل ده، هتروح انت جاي حاطط ده على الاله حاسبه، فاهم، هتضرب الناتج اللي انت طلعته ده في 10 اس سالب 2 وتجمع عليه الناتج الثاني مضروب في 10 اس سالب 3 وتضرب الناتج النهائي في نص وتبدا تحطهم مره اكبر ومره اصغر. فبالنسبه لك ده هيبقى اسهل شويه بدل ما انت تفضل تلعبكها على نفسك. طيب بص كده على السؤال ده. السؤال ده بيسألك على قانون التولت سيمبسون رول. سؤال واضح. قانونه كان بيقول لك ان اتش على 3 وبتفتح قوسين بتكتب الاف 0 وفي الاخر خالص اف ان، و4 في الاعداد الفرديه. هنا بيقول لك 4 في الاف الزوجي، ده غلط. تعالى ننزل لتحته. اتش على 3 تبدا بالاف 0 وبتنتهي بالاف ان، 2 في الزوجي و4 في الفردي. القانون ده صح، الاجابه هتبقى بي. ده قانون حفظ يعني انت المفروض تبقى عارفه. السؤال ده واضح، بيقول لك انا عايزك تعوض على قانون لاجرانج. انت عارف ان انت بتبدا تقول ان انا عندي ال0 وهيكون عندي هنا ال1، ولو كان في x2 هيكون عندي ال2، ولو كان في x3 هيكون عندي x3 وهكذا. بس انا دلوقتي عندي x0 فهيبقى عندي ال0 وعندي x1 هيكون عندي ال1. نبدا نطبق القانون. قانون لاجرانج بيقول لك ان y xs تساوي ال0 y0 زائد ال1 y1 زائد ال2 y2 زائد ال3 y3 لحد ما توصل ل ln yn. طيب تعالى كده نتذكر مع بعض قانون لاجرانج. لما كنا بنجيب ال 0 بنبدا نعلم على الاكس 0 هي اللي عليها الدور، فببدا اقول والله هيكون عندي في البسط اكس اس ناقص اكس 1، مش هستخدم الاكس 0 في اكس اس ناقص اكس 2
لان الاكس 0 هي اللي عليها الدور ما بكتبهاش، يبقى هقول ايه؟ اكس اس ناقص الاكس 1 اللي هي 3. بكتب كل الاكسات ما عدا الاكس اللي عليها الدور يا جماعه اللي هي اكس 0. اكس اس ناقص الاكس الثانيه اللي هي 4. بكتب الاكس دي والاكس دي، بس مش هكتب الاكس دي لان دي اللي مش دي اللي عليها الدور. طيب في المقام بشيل الاكس اس وبكتب الاكس 0، فهيبقى الاكس 0 قيمتها، فهيبقى الاكس 0 قيمتها ب 2، فهحط مكان الاكس 0 2، فهيبقى 2 ناقص 3 في، هشيل الاكس اس واحط مكانها اكس 0، فهيبقى اكس 0 ناقص 4 اللي هي 2 ناقص 4. طب تعالى نطبق برضو على ال 1. نيجي نقول لك والله يبقى الاكس اللي عليها الدور هي الاكس 1. في البسط بنكتب اكس اس ناقص كل الاكسات ما عدا الاكس اللي عليها الدور، يعني هاجي اقول له والله يبقى اكس اس ناقص اكس 0 اللي هي 2 في اكس اس ناقص، هل هكتب اكس 1؟ لا، لان اكس 1 عليها الدور ما بكتبهاش، بكتب ايه؟ اكس 2 اللي هي 1. في المقام هشيل كل اكس اس واحط مكانها اكس 1 اللي هي 3، يبقى 3 ناقص 2 وادي 3 ناقص 1. تعال نطبق على ال 2. يلا هقول والله اللي عليها الدور هي اكس 2. في البسط هكتب اكس ناقص كل الاكسات ما عدا اكس اللي عليها الدور اللي هي اكس 2، فاقول والله يبقى اكس اس ناقص اكس 1 اللي هي اكس اس ناقص اكس 0 اللي هي 2 في اكس اس ناقص اكس 1 اللي هي 3 ناقص 3. بس مش هكتب اكس اس ناقص اكس 2 لان اكس 2 هي اللي عليها الدور، ما تنساش احنا بنكتب اكس اس ناقص كل واحده فيهم بس ما بنكتبش اللي عليها الدور. في المقام بنشيل الاكس اس وبنحط مكانها الاكس اللي عليها الدور اللي هي اكس 2، فهشيل كل اكس فهشيل كل اكس اس واحط مكانها قيمه الاكس 2 اللي هي 1، فيبقى 1 ناقص 2 وادي 1 ناقص 3. طيب انت كده تذكرت معايا القانون، تعال نطبق فيه الميد. طيب انا دلوقتي هبدا اجيب ال 0، فانا هعلم على الاكس 0 ده اللي عليه الدور، فانا بكتب في البسط اكس اس ناقص كل مره ببدا احط كل الاكسات اللي عندي ما عدا الاكس اللي عليها الدور، فمين اللي عندي هنا؟ اكس 1. في حاجه ثانيه؟ لا خلاص. طب في المقام هشيل الاكس اس واحط مكانها الاكس 0، ادي اكس 0 ناقص اكس 1. طيب في ال 1 هيساوي مين اللي عليها الدور دلوقتي؟ هي الاكس 1. يبقى في البسط هكتب اكس اس ناقص الباقي اللي هي ايه؟ اكس 0. لو كان عندي اكس 2 يبقى في اكس اس ناقص اكس 2 زي ما انا وريتك في المثال اللي فات. طيب طبعا هشيل الاكس اس واحط مكانها اكس اللي على الدور اللي هي اكس 1، هيبقى اكس 1 ناقص الاكس 0. طيب هو بيسالك بقى على قانون لاجرانج، فانت هتضرب ال 0 اللي هي دي في واي 0 وتجمع عليها ال 1 اللي هي دي مضروبه في واي 1، فهتبص كده عندك هتلاقي الاجابه هي ايه؟ السؤال ده بيقول لك انا عايز الابسوليوت ايرور، هو كويس اللي هو وضحه لك، فانت هتطرح ده من ده وتجيب المقياس. طيب السؤال ده بيقول لك انا عايز الانتربوليشن الاستكمال، فهبدا احدد هو فورورد ولا باكورد، فهو بيقول لي عند الستة ونص، الستة ونص هنا يبقى ده باكورد، يبقى انا هتعامل مع النبله. رقم واحد اطلع الاتش هتساوي اكس ان ناقص اكس ان ناقص 1 اللي هي 7 ناقص 6 بواحد. بعد كده هجيب الاس بتساوي، ركز بقى بص، الاس هتساوي اكس اس اللي هي 6 ونص ناقص اكس ان، لان انت بتتعامل مع الباكورد مش فورورد، فانت بتتعامل مع الاكس ان، فهتقول 6 ونص ناقص 7 على الاتش اللي هي الواحد، فيطلع معاك بسالب نص. بعد كده تبدا ترسم الجدول بتاع الواي، ادي الواي عشان تجيب منه النبله هيبقى 1.2، 1 ونص، 1.8، 2.1. انا عايز النبله واي، فاقول والله هيبقى 1 هيبقى 2.1 ناقص 1.8 هيبقى 3، 1.8 ناقص 5 هيبقى برضه 3، 1.5 ناقص 2 هيبقى برضه 3.
هجيب بعد كده النبلة 2 واي. 3 من 10 ناقص 3 من 10 هيبقى بصفر. 3 من 10 ناقص 3 من 10 برضه هيبقى بصفر. هيبقى عندي بعد كده نبلة 3 واي. صفر ناقص صفر هيبقى بصفر. خد بالك ان انا بتعامل مع النبلة. نبدأ بعد كده نعوض في القانون ان الاكس اس اللي هي 6.5 هيساوي واي ان اللي هي 2.1 من 10 زائد اس اللي هي سالب نص نبلة واي ان مضروبة في 3 من 10 زائد اس اللي هي سالب نص في اس ناقص 1 اللي هو سالب نص ناقص 1 هيبقى سالب 1.5 على مضروب الاثنين اللي هي 2 في نبلة 2 واي ان اللي هي بصفر. فمش مش هكتبها لان كل الكلام ده هيتضرب في صفر فهيروح. ونفس الكلام في نبلة 3 واي ان. فخلاص يعني هي دي المسألة بتاعتي. هطلع الناتج هيبقى 2.1 من 10 زائد سالب نص في 3 من 10. هيطلع معايا الناتج ب1.95%. المسألة اللي قدامك دي فهو بيقول لك عايزك تستخدم قانون الشبه منحرف. هو اعطاني الاتش فانا هروح اجيب الان. هقول له والله الان هتساوي اكس ان ناقص اكس 0. هو فين الاكس ان؟ الاكس ان بواحد والاكس 0 بزيرو، يبقى 1 ناقص 0 بواحد على الاتش اللي هو 2 من 10. الاثنين فيها الخمسة هيطلع معايا بخمسة. هروح ارسم الجدول. هعمل مود 7 وهبدا اكتب اسم الفانكشن وبعد كده احط الستارت بتاعتي بزيرو والاند بتاعتي بواحد والستيب بتاعي ب 2 من 10 لان الستيب هو الاتش. الستيب هو الاتش. بعد كده هعوض في القانون بتاع الشبه منحرف الترابس. فهبدا اقول والله التكامل هيساوي اتش على الاثنين فهبدا اقول والله التكامل هيساوي اتش على الاثنين اللي هي 2 من 10 على الاثنين مضروبه فيه وابدا احط الاف 0 عندي زائد وابدا احط عندي اخر قيمه اللي هتطلع عندك في الجدول اللي هو اف ان وبعد كده هتضربها 2 في باقي الفانكشن اللي عندك.